ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل السابليه الفاخر. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكله زي ما بنشتريه من أكبر المحلات. من 3 كوب دقيق هنعمل كيلو من السابليه. شايفين ما شاء الله شكل السابليه قد ايه طعمه حلو قوي واحلى من الجاهز بكتير. وزي ما انتوا شايفين عندنا المقادير بتاعتنا 3 كوب من الدقيق، ويكون دقيق كحك وبسكوت، وعندنا نص كوب من السكر البودرة هنكون نخلينه، وعندنا ربع كوب من السمنة تكون ساقعة، وعندنا 3/4 كوب من الزبدة، وعندنا بيضة عليها ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. الزبدة والسمنة والسكر هنضربهم كده بمضرب او عجان او بايدك لحد ما ينعموا معاك كده ويكونوا بالشكل الكريمي اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هننزل بالبيضة اللي حاطين عليها ربع معلقة صغيرة فانيليا وهنضربها لحد ما تختفي. بعد كده علشان ندخل كل المكونات في بعض كده هنقلبهم بايدينا اول، وبعد كده هننزل بالدقيق. هنلم العجينة لحد ما تكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، مش بتلزق. عندنا بقى مفرش يكون سيليكون او مفرش خبز او ورقتين زبدة، هنحط واحدة فوق وواحدة تحت، ونبدأ ناخد قطعة من العجين ونحطها كده ونبدأ نبططها بايدينا ونحط عليها ورقة من الزبدة، وبعد كده بنشابة او بمردانة هنبدأ اللي احنا نفردها كده بسمك 1 سنتي. بعد كده بالقطاعات بتاعة السابليه هنعمل من كل حاجة شكل مجوز. بعد كده هنشيلها، هنرفع المفرش كده او ورقة الزبدة هتشال معاكي بكل سهولة كده. اي شكل بتعمليه مجوز علشان لما تيجي تحشيه بالمربى يكون الاتنين على بعض زي ما انتوا شايفين كده. ودي قوالب السابليه برضو بنبدأ اللي احنا نعمل اشكال منها. هاخد قطعة من العجين قد البندقة كده وابدأ اللي انا احطها كده في قلب القالب كده بتاع السابليه زي ما انتوا شايفين. بضغط كويس وبعد كده بشيل الحرف بايدي كده بسويه بيتشال معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا مشغلة الفرن بتاعي طبعا قبلها بربع ساعة على حرارة 160 او 170. بدخل الصينية بتاعتي في الرف اللي في النص. لو احتاجت شواية ببدأ اللي انا افتح عليها، ما احتاجتش بتاخد اللون الذهبي وببدأ اللي انا اخرجها. طبعا ببدأ اللي انا احطهم كده في قلب صينية والم باقي العجين زي ما انتوا شايفين، واخد قطعة من العجين التاني اللي في قلب البولة وافرده بايديا كده، واحط ورقة الزبدة على ورقة الخبز كده زي ما انتوا شايفين. وهبدأ بعد كده اللي انا افردها بالنشابة او بالمردانة وابدأ اللي انا اعمل الاشكال. وزي ما انا قلت الاشكال بتتعمل مجوز. ببدأ ارفع كده مفرش الخبز كده او المفرش السيليكون او ورق الزبدة، وببدأ اشيل العجين بيتشال معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هبدأ اجيب شوكة وابدأ اعمل بالشوكة كده علشان العجين ما ينتفخش معايا في قلب الفرن. بعد ما اخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده هبدأ بعد كده اجيب مربى. عندنا ربع كوب من المربى او 3 معلقة كبيرة من المربى، وهنبدأ اللي احنا نحشي كده السابليه بتاعي. هناخد كل 2 على بعض كده زي ما انتوا شايفين. باخد قطعة من المربى صغيرة في النص كده وببدأ اللي انا احشي كده واحط عليها الطبقة التانية. شايفين ما شاء الله شكل السابليه بعد ما حشيته. عندنا بقى جناش شوكولاتة او نوتيلا زي ما انتوا شايفين، وبدأت اللي انا احشي السابليه زي ما انتوا شايفين كده ببلبلة البطفور او بلبلة بلح الشام. وهتبدأي اللي انتي تحطي الجناش او النوتيلا كده، وتحطي بقى اي مكسرات عندك، فول سوداني، بندق مجروش، لوز، عين جمل، اي حاجة متوفرة عندك. بعد كده هبدأ اخد واحط في الشوكولاتة كده
باقي قوالب السابليه وازينها كده بالبندق المجروش. طبعا عندنا الشوكولاتة بتاعتنا تكون شوكولاتة بالحليب أو شوكولاتة سما، هنسيحها على حمام بخار. عندنا قالب من الشوكولاتة السما أو شوكولاتة بالحليب، هنسيحها على حمام بخار، مية تكون بتغلي لحد ما تفك معانا وتسيح زي ما انتوا شايفين كده بشوكة. وببدأ أحط في قلب الشوكولاتة وبخبط كده كام خبطة بتتساوى معايا، وببدأ بعد كده أحطها على ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين. بدأت أعمل بالشوكولاتة البيضة، بحط في قلب الشوكولاتة وعلى شوكة كده ببدأ أخبط كام خبطة علشان أسويها كويس زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ اللي أنا أحطها على ورقة زبدة، شايفين دي اللي نص ونص كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ اخد نصها بس احطها في قلب الشوكولاتة، تتعمل معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. ولو الشوكولاتة جمدت معاكي بترجعيها تاني على حمام بخار تفك معاكي وتبدأي اللي انت تشتغلي تاني في كيس كده. وبدأت اخد من الشوكولاتة البيضة ومن الشوكولاتة السودة وبدأت اعمل تمويج كده زي ما انتوا شايفين على السابليه اللي بالشوكولاتة البني. حطيت تمويج كده بالخطوط بالشوكولاتة البيضة، والسابليه اللي بشوكولاتة بيضة بدأت أعمل عليه كده تمويج بالشوكولاتة البني أو السودة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا الفتحات اللي في قلب السابليه دي بدأت اللي أنا أمليها بالمربى زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله شكل السابليه ما شاء الله زي ما بنشتريه بالظبط، وأحلى بكتير من اللي بنشتريه. شايفين ما شاء الله ب3 كوب دقيق